صاحبي ما تيجي اقول لك ازاي تحول اللقطة بتاعتك من كده لكده. تعالوا اوريكم ازاي نلون على دافينشي ريزولف خطوة بخطوة من البداية خالص. انتوا شايفين احنا عندنا الفوتج زي كده. اوكي، ده متصور بالاس لوك، فانا كالعادة هعمل 2 color space transform color space transform in و color space transform out. انا عشان بحب اشتغل على دافينشي وايت جامت فهخلي من التحويل من الاس جامت 3.sini اللي هو السوني الاس لوج لدافينشي وايت جامت ودافينشي انترميديت. والسي اس تي اوت اللي احنا هنخرجه هيكون برضو من دافينشي وايت جامت دافينشي انترميديت، وهنطلعه ريك 709 ريك 709 جامت 2.2 لاني هنزله على اليوتيوب فبيستخدموا 2.2 مش 2.4. اوكي، ودي نسميها CST in CST out. اوكي، من هنا انا محتاج ان انا اعمل exposure، بعد كده اعمل white balance، بعد كده contrast، بعد كده saturation. اوكي، طبعا الترتيب ما بين الاكسبوجر والوايت بالانس والكونتراست والساتوريشن مش هيختلف بالشكل الكبير، ولكن يفضل ان هم يكونوا بالترتيب ده ويكونوا في الاول قبل ما تعمل اي تعديل على الالوان. اوكي، نروح للاكسبوجر، بشغل الويف فورم لو هي مش شغاله تختارها من هنا. اوكي، من الويف فورم انا محتاج ان انا اخلي الصوره بالانسد بشكل اكبر، ارفع كده شويه. هنا زي ما انتم شايفين البلاك كراشد، فانا محتاج ان انا اكون برفع الجزء الاسود شويه. اوكي، مثلا زي كده، خلينا اقلل دي شويه. اوكي، واجي عند الكونتراست هحط الجراي كارد بتاعنا اللي هو الميدل جراي، النسبه بتاعتنا، وهي دي نسبة ثابتة ممكن تلاقوها في كل حتة، وهي 0.336 علشان احافظ على الميدل جراي بتاعي. فهعلي الكونتراست حاجة بسيطة قوي عشان مش عايز برضو اكرش البلاك. فده كده قبل وبعد. الوايت بالانس، تعالوا كده نشوف الفيكتور سكوب. انا بحب اعمل الوايت بالانس من الفيكتور سكوب نفسه. طبعا هنا الالوان يعتبر سيبريتد، الالوان يعتبر متوزعه بشكل كويس، فما اعتقدش ان في قوي وايت بالانس ممكن يتعمل. زي ما انتم شايفين الار جي بي كلهم على نفس الخط، فده معناها كده ان الوايت بالانس كلها مظبوطه، فانا ما اعتقدش ان هنا في اي شغل للوايت بالانس. الساتوريشن انا بحب اشتغل ان انا اقفل الشانل 1 channel 3 واختار الكالر سبيس بتاعي ال HSV اللي هو Hue Saturation Value، وارفع شوية الالوان. هنا بيديني density اكتر في الالوان. اوكي، فاحنا لحد دلوقتي دول ممكن ناخدهم كده في compound ونسميه primary. اوكي، والبرايمريز بتاعتنا ادي كده قبل وبعد. اوكي، تاني حاجة احب ان انا اروح اعملها ان احنا نختار ديهانسر البلجن، فبالتالي انا اروح اختار ديهانسر دايركت. وطبعا خليكم فاكرين حاجة مهمة جدا، السي اس تي اللي انا عامله هنا لدافينشي وايت جامت، ومن دافينشي وايت جامت للريك 709. اذا انا في ديهانسر انا هنا لازم اختار دافينشي وايت جامت علشان يديني نفس الحاجة، ولكن انا هنزل اخر حاجه اعمل disable all tools علشان في tools بتبقى by default موجوده فهتاثر على الالوان بتاعتي. اوكي، انا كل اللي انا محتاجه من ديهانسر، تعالوا كده نقفلهم كلهم بحيث انه يتبقى الحاجات اللي احنا هنستخدمها بس، واوريكم قد ايه الموضوع سهل. انا هحتاج الفيلم ايميوليشن اللي هو الكودك فيجن. انا بحب اختار، نشوف مثلا ال 500 تي. طيب نشوف ال 200 تungsten. حاسس ال 500 في كونتراست اعلى بشكل حلو. ده كده قبل وبعد. الفيلم ديفلوبر محتاج ان انا
اعلي الكونتراست حاجة بسيطة قوي زي كده، وده كده قبل وبعد. فيلم كومبريشن حاجة بسيطة قوي على التونال رينج والكولر دنسيتي، ده كده برضو قبل وبعد. انزل على البرنت، اختار الكودك 2383 فيلم برنت، اعمل enable وافعل الانالوج رينج ليميتر علشان يديني الجزء اللي انا عايزه في الكونتراست. قلل برضو الكونتراست حاجة بسيطة، وارفع الكولر دنسيتي. اوكي، ممكن ازود شوية الكونتراست، ومحتاج ان انا ارجع للفيلم كومبريشن، ازود الكولر دنسيتي هنا شوية، وارفع كمان للفيلم ديفلوبر وارفع الكولر بوست شوية زي كده، ده كده ممتاز. وممكن بعد كده ان انا اضيف الهاليشن الافكت نفسه، بس انا هحتاج ان انا اخليه كاستم. اوكي، محتاج ان انا ازود الامباكت شويه، وزي ما انتم شايفين كده بيفور وافتر الهاليشن. البلوم من اكتر التولز الاندر ريتد اللي محدش بيستخدمها وبتعمل تاثير كبير قوي. بص المنظر ده كده قبل وده كده بعد. اوكي، لو عملت امبليفاي بشكل اكبر، ده كده قبل وده كده بعد، بتدي تأثير سينمائي جلوي كده، بيكون مشع وشكله حلو قوي. ممكن بعديها ان انا ارجع تاني للبرايمري وللساتوريشن، ان انا ازيد الساتوريشن حاجة بسيطة قوي زي كده. محتاجين دي نسميها دي هانسر. اوكي، احنا هنا يعتبر قربنا نخلص، ولكن انا حاسس ان احنا ممكن نضيف حاجة تخلي الصورة تروح 180 درجة، وهما خطوتين بالظبط اللي فاضلين. ان احنا هنعمل جلو افكت. الجلو افكت ده انا هنا هخصصه فقط للبايسكل، للموتور سايكل نفسها. هتشوفوا لو انا جيت هنا عملت كده، اوكي، واروح على الجلو. اوكي، محتاج ان انا انزل الثريشولد شوية زي كده، اخلي السبريد شوية. محتاج ان انا افعل السكندري جلو كمان. ممكن ال HV ممكن اخليها بالعرض، شكلها احلى بالعرض. اوكي، ارفع الجين، الجاما نفس الكلام. الساتوريشن انا محتاج ان اخليها ناحية الورم شوية، فيا اما ارفع الساتوريشن لوحدها زي كده، او ان انا اروح في الكولر فلتر واخلي الصورة رايحة ناحية الورم زي كده، بس دي كده شكلها اوفر قوي، فانا ممكن اقلل من الساتوريشن زي كده. اوكي، بس حاسس ان احنا لا، لو خليناها زي ما كانت ورفعنا الساتوريشن نفسه بيدي لك التأثير كويس، لان هما كأن في بوندنج، كأن في ترابط ما بين اللي طالع من الموتوسيكل از اضاءة، اللي هي كإضاءة، والصورة بشكل عام. اوكي، السبريد بتاع السكندري جلو ممكن اخليه بشكل انعم اكتر زي كده. اوكي، وقلل شوية الصراحة الجين برضو شوية. الكولر فلتر ممكن اخليه شوية ناحية الورم كمان علشان يدي نفس التأثير. اوكي، مش عايز اخليه ورم قوي عشان لو عملت مثلا كده فهيبان ان هو فيك قوي، محتاجه بس يعني زي حتة صغيرة قوي. اوكي، خلينا نقلل كمان زي كده. اوكي، وممكن في النهاية في الاخر في الادفانس كنترول ممكن اعمل الاوباسيتي ان انا اقلل، يعني خليها خلاص كأننا مش عاملينها اكتيفيشن، كأننا قافلينها، او ان احنا نرفع لاخر حاجة، ولكن انا عايزها ما تكون مثلا في حدود كده شوية. اوكي، فالخطوة دي بس عملنا قبل وبعد. نعمل لها تراك. تراك دافينشي ريزولف مفهوش غلطة حرفيا، جامد. ممكن نعمل شوية سموذنس للصورة بشكل افضل.
الخطوة التانية والأخيرة إن إحنا في النهاية خالص هنعمل ماسك نحدد بيه السبجكت بشكل أكبر زي كده. أوكي، أقفل الإديتابل سبلاين. أوكي، نعمل انفيرت للماسك ونعمل Alt أو Option O بحيث ان احنا نعكس الماسك ونخلي الجزء اللي من جوه هنا هو اللي عليه الضوء، ان انا اخليه يرفع شوية في النور. فلو احنا قلنا الماسكينج هنا قبل وبعد، تحس ان الصورة اتغيرت 180 درجة بس في الخطوتين دول. اوكي، هنسميه الماسك. اوكي، ولكن انا بحب ان انا اضيف الراديال بلور هنا، اضيفه بالمنظر ده، خليه ستايلست عشان بحب المنظر ده بشكل اكبر، واقلله شويه عشان ما يبقاش شكله فيك. بالمنظر ده نكبرها برضو شويه، حاجه بسيطه زي كده، ونعمل تراك للسبجكت نفسه forward and backward. done. تعالوا نشوف حاجة احنا عملناها ايه. ال CST in والout ده الريك 709. بعد كده عملنا primaries، عدلنا الصورة نفسها. بعد كده اشتغلنا على ديهانسر اللي حول لنا الصورة 188 درجة. ايه 188؟ هي 180 بس كفاية، 180 درجة حلو قوي. والجلو افكت اللي عملنا فيه الموتوسيكل نفسه، والماسك اللي خلينا السبجكت كأنه باين اكتر بكتير. وكده قبل كده بعد. جامد. وبس كده يا صاحبي، متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتتأكد انك مفعل زر الجرس. انا تيبيكال موت. اعملوا كده يا جماعة علشان تخلوني استمر ان انا انزل فيديوهات اكتر. لو في عندكم اي كومنتس اكتبوها لي في الكومنتات، لو في عندكم اي اسئلة اكتبوها لي في الكومنتات. معلش انا مش متعود على جو اليوتيوب.